تخيل معايا راجل النبي عليه الصلاة والسلام قال عنه لو كان بعدي نبي لكان عمر، ورغم كده وهو بيموت والدم سايح منه كان مرعوب من سؤال واحد بس: هو أنا منافق؟ لما طعن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه والطعنة كانت غادرة، جابوله لبن يشربه، شرب اللبن والناس كلها واقفة، وفجأة اللبن خرج من جنبه التاني. الطبيب بصله وقال له بكل صراحة: أوصي يا أمير المؤمنين فإنك لن تعيش. تفسير الكلام ده إن يعني خلاص الجرح قاتل والموت قرب ومفيش أمل. في اللحظة دي عمر ما فكرش في الخلافة ولا في الفتوحات ولا في مين هيحكم بعده، لأ، كان في رعب واحد بس مسيطر عليه. نادى ابنه عبد الله وقال له: ائتني بحذيفة بن اليمان. حذيفة ده مش أي حد، ده كاتم سر النبي عليه الصلاة والسلام، الوحيد اللي يعرف أسماء المنافقين. دخل حذيفة وعمر ماسك فيه والدم بينزل منه وصوته بيترعش، وسأل السؤال اللي يهز الجبال: يا حذيفة، أناشدك الله، هل ذكر رسول الله اسمي بين المنافقين؟ يعني بالله عليك قولي النبي قال إني منافق ولا لأ؟ تخيل المشهد: عمر بن الخطاب الفاروق العدل اللي رج الأرض واقف بيسأل: أنا منافق؟ حذيفة عيط وسكت شوية من هول السؤال. عمر ضغط عليه وقال له: بالله عليك قل لي. فقال حذيفة: أقولها لك ولا أقولها لغيرك، والله ما ذكر اسمك عندي، اطمن، اسمك مش في القايمة. ساعتها قلب عمر ارتاح شوية، بس مش ارتياح المنتصر، ده ارتياح واحد لسه خايف. بص لابنه وقال له: يا بني، ضع خد أبيك على التراب. عبد الله حاول يكرمه، يحط راسه على فخده، لكن عمر نهره، شخط فيه وقال له: ضع خد أبيك على التراب ليمرغ به وجهه، فويل عمر إن لم يغفر له ربه غدا. يعني سيبني أذل نفسي قدام ربنا، عشان ربنا ما غفرليش أبقى هالك. تخيل، ده عمر اللي الشياطين كانت بتخاف تمشي في سكته. وبعدين فضل له طلب أخير، قال لابنه: اذهب لعائشة أم المؤمنين وقل لها عمر يستأذنك، ولا تقل أمير المؤمنين، أن يدفن تحت قدمي صاحبيه. يعني ما تقولهاش أمير المؤمنين، أنا خلاص مش أمير حد، قول عمر بس. عائشة كانت محتفظة بالمكان ده لنفسها، بس قدمت عمر عليها، ورغم كده الخوف ما سابوش برضه. قال لابنه: إذا صليتم علي فانظر إلى حذيفة، فإن صلى علي فاحملوني، وإن لم يصلي علي فادفنوني في مقابر المسلمين. يعني لو حذيفة صلى علي يبقى تمام، لو ما صلاش يبقى شايفني منافق برضه. عبد الله قلبه كان هيقف، واقف بيراقب حذيفة. حذيفة تقدم وصلى عليه، ساعتها بس ارتاح قلب الابن، واتدفن عمر جنب النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر الصديق. ده عمر المبشر بالجنة اللي ملا الدنيا عدل، ومات وهو خايف من النفاق، واحنا نضحك ونهزر وننام مطمنين وكأن الجنة مضمونة. اللهم لا تقبضنا إلا وأنت راض عنا، واحشرنا في زمرة عمر.